حنا فضيحة، حنا آخر أمة في الدنيا وأول أمة غادي تحاسب أمام الله تعالى. كل الأمم تفرج علينا يوم القيامة. ما حنا يهود، إلا قلت لي شي واحد أنت يهودي تضرب معاه. ما حنا نصارى، إلا قلت لي شي واحد نصراني تضرب معاه. ما حنا مسلمين، قلت لي شي واحد أنت مسلم تلقى الإسلام فؤاد وهو فؤاد. حنا أمة اللي ماشية هذا الطريق. ما حنا يهود، ما حنا نصارى، ما حنا مسلمين. حنا تلفنا الهوية ديالنا، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يرد بنا إلى الدين ردا جميلا. جعل العلم والقرآن وراء ظهورهم والمال والدنيا أمام أعينهم. إذا ركب النساء السرج وأكلت المرأة من فرج ابنتها. نسأل الله العافية. يولوا النساء الأمهات كيدفعوا بناتهم للزنا، تخرج للبغي والفساد باش تجيب لها 300 درهم ولا 400 درهم كل ليلة. أما لا جوجتها وعطاتها الراجل كتشوف ما بقاش فيها منفعة. يعني ولاو البنات للتجارة يكثر هذا في هذا الزمان. تولي المرأة والعائلة كتاكل من فرج البنت. يدفعوا بالبنت ديالهم إلى الزنا، نسأل الله العافية. والزنا يهتز لها عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يرفعون أصواتهم في المساجد بحديث الدنيا. إلا ولات الأمة ديالي كتذكر في الأمور ديال الدنيا في الجوامع. كنشوفوا هذا الناس كيصلوا العصر تيقول لها سير بقي عمرنا بالرزيلتين، ريحوا في الجامع يبركوا يتحسوا. اليوم طاطا صبحت غالية. اليوم مطيشة ما لقاوهاش في السوق. اليوم العقارات ولات غالية، كيتكلموا على الغلا. ما كاينش اللي كيقول الجنة شحال ثمنها ولا الجنة ولات غالية في هذا الزمان. الجنة ما يتكلموش عليها. تجبد الجنة كلشي يقول حنا داخلين كأن الجنة فندق. الجنة ماشي فندق. اللي ما قفل كما يقال ما يفورش. الجنة تحتاج إلى عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أغلى سلعة هي سلعة الجنة. كل سلعة ديال الدنيا تشريهم إلا سلعة الجنة غالية. لا بد من مثابرة ولا بد من اجتهاد. إذا يرفعون أصواتهم في المساجد بحديث الدنيا. يجمعوا المساجد دارها الله تعالى القرآن، مساجد دارها الله تعالى الذكر، مساجد دارها الله تعالى الصلاة. حنا كناكلوا فيها ونشربوا فيها ونتجمعوا نتحدثوا بأمور الدنيا. اليوم جراو وكان يتقلب حتى كاع الأخبارات ديال الدنيا نجيبهم ونحطهم في الجوامع. وما أنزل الله بهذا من سلطان. لا يرحم غنيهم فقيرهم. ما بقاش الرحمة، ما بقاش الشفقة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: إن الله افترض في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا فبما يصنع أغنياؤهم. ألا إن الله سيعذبهم عذابا شديدا، ألا إن الله سيحاسبهم حسابا شديدا. لا إله إلا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الله تعالى افترض الزكاة في الفلوس ديال الناس اللي لاباس عليهم بداك القد اللي غادي يقد الفقراء والمساكين. ليك 2.5% لو خرجتها أمة الإسلام ما يبقاش شي كفيان في الشارع، ما يبقاش شي عريان، ما يبقاش شي جيعان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إلا شتي شي واحد حفيان ولا جيعان عرف واحد لاباس عليه في نفس المنطقة ديالو واكل اللي يحقه. لو خرجت الزكاة ما يبقاش شي واحد جائع. ألا إن الله سيحاسبهم حسابا شديدا، ألا إن الله سيعذبهم عذابا أليما. ولا يوقر صغيرهم كبيرهم. أسأل الله العافية. يرفع الحياة. وهذا كنشوفه. الراجل في عمره 50 عام كيرمش، الدري الصغير ما يرمش. يلا تزاد البارح يبقى حنزل فيه يشوف فيه. الحياة ترفع. وهذه من علامات اللي يخبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم: والحياة شعبة من شعب الإيمان، ومن لا حياء له لا دين له. الدين كله يبنى على الحياة. شوف واحد يهودي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله غادي نشهد وغادي ندخل الدين، ولكن ما تقول لي صلي، ما تقول لي صوم، ما تقول لي حج، ما تقول لي زكي، حتى حاجة ما نديرها. شرب. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: واخا أنا غادي نوفي لك بالشرط وزاد توفي لي بحاجة. قال: ما هي؟ قال: يكون فيك الحياة، تكون في خطط الحياة. قال الشرط يا رسول الله. قال: أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما صلى ما صلى زكى ما حج. لا نحن عند مسلمين من أذن الأذان ما تصلي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خاص يكون فيك الحياة. حشي
قال خص يكون فيها الحياة. توضى وصلى. جا رمضان مريح معاهم كاع النهار هما مريحين كيتحطوا في الذكر ديال الله تعالى. ما قالش يمشي ياكل. غادي يمشي للدار قال غادي يعرفوني غادي نمشي ناكل خص يكون فيا الحياة. عطيت النبي صلى الله عليه وسلم معاه خاصين معاهم. جا وقت الزكاة كل واحد جاب الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم حشمته هو جمع الزكاة ديالو جابها النبي صلى الله عليه وسلم. جا وقت الحج كلشي خرج يحج قال ما يمكنش نبقى مع العيالات في هذه القبيلة بوحدي خرجت هو مشى حج. بالحياة فعل كل شيء في الدين بدون حياة لا يمكن أن يكون هناك دين. قالوا يا رسول الله أو هؤلاء ما زالوا يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن هذا من الأمة ديالي اللي غيديروا هذا المسخ كله وهذه المصائب كلها واش باقي فيهم من يصلي؟ قال نعم يصليوا معامرين الجوامع هما الاولين ويصوموا ويقراوا القرآن والقرآن ما كيفوش الحنجرة ديالهم. أما القلوب ديالهم نسأل الله العافية قال مسودة بخبيث أعمالهم وسرائرهم. القلب منين ما يجي القرآن فيه 70 قفل. ها قفل ديال المرأة ها قفل ديال الدراري ها قفل ديال الدار قفل ديال البيع والشراء قفل ديال الفلاحة قفل ديال الملي. عمرنا الدنيا كلها في القلوب ديالنا. منين بغى يدخل القرآن منين بغى يخرج ما يخرج إلا من الحنجرة. قرآنهم يلعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل إذا دخل المسجد قال الله أكبر الله تعالى كيرسل ليه ملكا إما يصدقوه إما يكذبوه. كيلو حسوار يدخل الجامع يقول الله أكبر. أول ما كنقراو الفاتحة فاتحة الكتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كتقول اسكت يا كذاب كذبتي. الحمد لله رب العالمين فين حمدتي الله؟ هذا العام وسع لك الله تعالى ودخلتي البنك 40 مليون. ملي جا الصيف جبتي الشيخات وقلتي كاع الليل وانت خدام. الشيخات بغيتي في دارك واش جاي يدير جابوا الهواء في 3 الليل. مصائب الزمان شي كيشرب وشي مصائب غادا حتى الفجر دخلتي الجامع قلتي الحمد لله رب العالمين فين حمدتي؟ كذاب. لو حمدتي الله تعالى الحمد والشكر له 3 شروط. قال العلماء باش تكون شاكرين الله تعالى خاصك 3 شروط. الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وإسرافها فيما يرضي الله. زاد عليك الله تعالى بسط عليك لو بغيتي تشكر الله تعالى خصك 3. الأولى ملي تركع وتسجد بينك وبين الله قول يا ربي الحمد لله انت اللي سخرتي لي هاد الفلوس وجدتي لي هاد المال هذا يا ربي باش غادي نخدم وباش غادي ندير وباش غناكل وباش غادي نعيش يا ربي لك الحمد. حتى واحد ما جابو انت اللي جبتيه وانت اللي سخرتيه. هذا أول الشكر. ثاني الشكر ملي تقعد مع الناس ويقول لك هذا العام دخلتي 60 مليون قول لهم دخلتها والحمد لله والشكر لله العاطي هو الله. ما ديرش بحال ذاك الناس اللي كيجي يقول هذا العام دخلتي القاد يقول والله ما دخلت ريال. هذا العام دازك حل هو راه دخل 100 مليون يقول هذا العام دازك حل. علاش؟ كيقول لك غيضربوني بالعين. سبحان الله. الله تعالى يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله تعالى كيبغي يشوف أثر النعمة. كتلقى كاين بعض الناس الذين عبدوا الدنيا من دون الله كتلقى قد ما الفلوس كتدخل عليه هو مسخ مجلتل ما يلبسش مزيان حتى ديك النعمة ديال الله تعالى ما كتبانش عليه ويكفر بنعمة الله. الناس يسولوه هو كيكفر ما يقولش عندي القد ولا أعطاني الله تعالى القد يخاف من العين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العين حق ولو كان شي حاجه غتسبق قدر الله تعالى تسبقوا العين. العين كتدخل الراجل القبر الصباح صحيح يضربوه بالعين بالعشيه يمشي يقبروا والجمل يكون صحيح ويضربوه بالعين يتقسم ويدخل القدره ويطير. لكن عندنا أدعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم ضد العين. نقول اعطاني الله تعالى القلب ونقول اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هناك أدعية كتسقيك وتحفظك. والتحدث بها ظاهرا هذه الشكر ديال النعمة وإسرافها فيما يرضي الله. باش تكون شاكر دوك الفلوس اللي غادي تربح تعطيهم لك الله تعالى تصرفهم في مرضاة الله. صرفهم مرضاة الله الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك من الحامدين من الشاكرين. إذا قال الحمد لله رب العالمين كذبت. الرحمن الرحيم يقول اسكت يا كذاب انت كتصلي تقول الرحمن الرحيم جارك ما لقاوش يتعشى وما عطيتيش. واحد لاحو لي حويجك يدق عليك أو طلب منك المعونة وعندك كتقول لي ما عنديش. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال لك الشتاء ما بغاش تصب. الماء كل شيء حي مالك يوم الدين تقول الملائكة اسكت يا كذاب
لو عرفت بأن الله هو الملك يوم الدين لأعددت لذاك اليوم، ولكن أنت ما وجدتي والو. إياك نعبد، اسكت، عبدت المال، عبدت الدنيا، عبدت الفلوس. إياك نستعين، استعنتي بالمعارف، قلتي كنعرف السي فلان والسي فلان والسي فلان، واللي ما عنده معارف ما عنده والو. نسيتي الاستعانة بالله تعالى، صبرتي على المعارف وما داروا لك والو، عاد جيتي كتطلب يا ربي تفك هذا المشكل. اهدنا الصراط المستقيم، من أين لك الهداية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المخرج إن أدرككم هذا الزمان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بغيتوا تكونوا من الفائزين المخرج، وعشتي في القرن 14 وبغيتي تكون من الفرقة الناجية وبغيتي تكون من أهل الجنة، فعليك بالقرآن الكريم. هذا القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله.